بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وبسعادة كده دايما يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة جميلة جدا، السمك. وده سمك شراغيش معروف. سمك الشراغيش ده اللحمة بتاعته بتكون زي الزبدة كده وجميلة وما بياخدش وقت في السوا خالص. لحمته طرية كده وتحفة التحف. عن السمك بتاعنا النهاردة هنعمله بالزيت وبالليمون وبالتتبيلة كده جميلة جدا، وهندخله الفرن معانا. تاكليه بقى مع سلطة وطحينة ماشي، تاكليه مع رز شغال، حاجة كده روعة وروعة الروعة. السمك ده طبعا احنا بما اننا في اسكندرية هنا الصيادين بيصطادوه، واحنا بنجيبه كده بيكون لسه طازة وفريش، فبنعمله بيبقى جميل. دلوقتي ايه يا حبايب قلبي؟ اهم حاجة اللايك والشير كده عشان قناتي تكبر بيكم يا حبايب قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. عندنا هنا السمك بتاعنا الجميل بتاعنا ده سمك الشراغيش. سمك الشراغيش ده هو معروف عندنا هنا في اسكندريه طبعا، والناس اللي هي على البحر كلها طبعا عارفاه. جميل جدا. جوزي بقى ايه راح بيطلع على البحر كده وبيلاقي الناس الصيادين بتصطاد وبتبيع. فطبعا الصيادين دول بيبيعوا مره شراغيش مره بوري، اللي بيطلع معاهم اللي ربنا بيرزقهم بيه. فطبعا جاب لنا الشراغيش دي، هو بيحبها بصراحه، هي جميله زي الزبده يعني، واللحم بتاعها تحفه كده وجميل. فانا اخدتها ونضفتها وظبطتها تمام كده. وبرضو عارفين، بصوا شايفين البطاريق بتاعتها زي الزبده ازاي، جميله جدا 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 يعني. بصوا السمك لسه طالع من البحر طازه مباشره، وبالبطروخ بتاعه جميل جدا جدا. طيب التسويه بتاعت الشراغيش دي ايه؟ بسيطه وسهله وابسط كده، ابسط حاجه يعني. ماشي. احنا هنعملها في الفرن بالزيت. طيب بالزيت يبقى عندي هنا سمك، عندي كمون اساس السمك كله. طبعا انا غسلاها بملح وليمون برضو زي ما قلنا، ما نطولش الملح والليمون على السمك عشان خاطر السمك بيتهري من الملح والليمون لحمته، وهي اصلا نضيف السمك، عشان بس تبقى الريحه بتاعته حلوه وجميله. هو ريحته طبعا جميله وطالع من البحر طازه. عندي هنا كمون، بابريكا، حابه تحطي شطه بودره ماشي مفيش مشكله. كركم، دي هريسه شطه، بس اللي انا عاملاها مش حاميه قوي يعني، بارده شويه عشان ولادي. وتوم وملح وشبت. الشبت اساس السمك. طيب انا هخلط كل الخلطه دي على بعضيها، يا اما تفرمي الشبت ناعم يا تضربيه في الكبه براحتك انت خالص. وعندي هنا ايه، وهنضيف عليها الليمون. كل ده هنعمله قدامكم دلوقتي ماشي. والسمك ده تسويته ابسط حاجه واسهل حاجه. ماشي يا حبايب قلبي. فانا هفرم الشبت وارجع لكم تاني. كده حبايبي ادي الشبت بتاعي كده، فرمتيه دقتيه قطعتيه صغير براحتك خالص. هننزل عندي حبه تحطي فلفل حراق شطه حراقه براحتك. انا مش حاطه حراق عشان ولادي. حابه تحطي توم باودر مفيش مشكله، بس انا بحب احط كل حاجه ايه بطبيعتها كده، بتبقى جميله وفايدتها اعلى يعني. زي ما قلنا ده هريسه شطه، او زي ما انت حابه براحتك، حراقه بارده، شبت، توم، بابريكا، كمون، كركم، ملح. ماشي. حابه تضيفي اي اضافات تانية براحتك، مش حابه ملح وفلفل بس مفيش مشكله خالص. هنحط بس شويه فلفل اسود، شويه فلفل اسود صغيرين كده يعني، فلفل اسود صغيرين كده. كل الخلطه بتاعتي كده انا ضفتها. وهنضيف برده ليمون، بس يا حبايب قلبي مش عايزين ليمون كتير يعني، معلقتين كده بس من الليمون عشان الليمون برده ما يهريش السمك بتاعي. ليمون بس عشان الايه، عشان الزفاره ما يبقاش زفر معاكي. هو مش زفر ولا حاجه بصراحه يعني، هو السمك والروايح دي كلها بتخليه. شايفين لون الخلطه؟ لون الخلطه جميله كده. لايك وشير وتفعيل الجرس يا حبايب قلبي عشان الحاجات البسيطه دي توصل لاكبر عدد، وكلنا نعمل وكلنا نتعرف. احنا بنتعرف من بعض على الاكلات الجديده من بعض. فلايك وشير كده يا حبايبي عشان الحاجات الجميله دي توصل لاكبر عدد. شايفين شكل الخلطه جميل جدا جدا. هننزل عليها بشويه زيت صغيرين. شايفين شويه زيت كده صغيرين عشان الزيت غالي بقى يا حبايبي، ولازم كلنا ايه نرشط كده من الاستهلاك شويه. ماشي. طبعا الملح يا حبيبتي بتدوقي حسب رغبتك انت. ماشي. شايفين شكل الخلطه روعه وجميله وتحفه التحف كده، وريحتها ما شاء الله. لسه ولا نضافت على السمك ولا حطينا سمك ولا عملنا حاجه. هناخد السمك بتاعي بقى نعمل فيه فتحات كده عشان خاطر ايه، السمكايه كده وكده تشرب كلها من طبعا انت بتعملي الفتحات على حسب السمكيه معاكي قد ايه. سمكيه صغيره بتعملي فيها مثلا فتحتين، سمكيه كبيره زي دي كده مثلا تفتحيها كده. شايفين؟ تاخد الشكل ده معاكي من الناحيتين. ماشي. سمكيه صغيره بتعملي فيها الخطين بس، لكن انا بنعمل كده ليه؟ عشان خاطر تشرب كلها من التتبيله. نعملها على القطاعه احسن كده يا حبايبي، عشان الفكره ان هي تشرب من ايه، من التتبيله.
ماشي. طبعا انا هنعمل ايه، هنحشي كل السمك بتاعي بنفس الطريقه كده من بره ومن جوه. بصي تتبليه بايديكي، على فكره اشتغلي بايديكي، انا هنشتغل بايديا لان انا ايديا في الطبيخ دلوقتي وفي الاكل نظيفه وجميله كده. تملي كل الفراغات دي كده بيها وتدهني السمكيه كلها كده. كده يا حبايب قلبي شايفين انا مليت السمكيه كلها بالحشوه، وعين السمكيه جميله وبتلمع ازاي اهي، جميله تحفه كده. شايفين لونها من قبل ما ناكلها، وحشيتها من بره ومن جوه كده اهي. هنكمل كل السمك بتاعي بنفس الطريقه كده اهي. حابه تعملي بس فتحتين براحتك خالص يعني كده. لقيت السمكيه كبيره معاكي ممكن تعمليها بالشكل اللي انت عايزاه اهي. وتاخدي بقى وتحشي كده يا حبيبه قلبي. احشي السمكيه دي ممكن نسيبها في التتبيله كده كام 3 ساعات 4. ممكن تعمليها من بالليل، بس ما تكتريش الليمون يا حبيبتي لان الليمون هيهري السمكيه معاكي اهي. وتدخلي الحشوه كده جوه السمكيه الفتحه عشان خاطر تبقى ايه متبله كلها وتطلع معاكي روعه. وهتعمليها بنفس الطريقه كده وتدعي لي يا قمر. لايك وشير ما تنسونوش عشان قناتي كده تكبر بيكم يا حبايبي. كلنا عيله وانا حابه اوريكم كل حاجه اهو. شايفين الجمال والحلاوه اهو. ايديا نضيفه. طبعا في سمك صغير وسمك كبير لان احنا زي ما قلنا احنا مش شاريينه من بتاع السمك كله مقاس واحد، احنا شاريينه من الناس اللي بتصطاد اهو. هنكمل كل السمك بتاعي وتشربي اللحم كده اهو. ماشي كده حبايبي تتبيله وتدعكي السمكيه كده عشان تشرب معاكي تطلع تحفه كده كده تشرفك كده. هنكمل كل السمك بنفس الطريقه وارجع لكم تاني. كده حبايب قلبي انا حشيته بالشكل الجميل ده كده تمام. وادي البطاريق برضو حطيت عليها حته من الحشوه. طبعا انا هنحطه في صينيه، حابه تحطي في الصينيه ورق فويل وتحطي عليها ورق زبده مفيش مشكله. الصينيه بتاعتك تيفال ما بتلزقش تمام. انا عندي الصينيه مش بتلزق. هتعملي ايه، لازم الفرن يا حبايب قلبي يكون سخن. ما ينفعش السمك ده، السمك اصلا ما بياخدش سوا، ما ينفعش تحطيه على نار هاديه هينزل ميه معاكي وفي نفس الوقت مش هيستوي كويس كده. وما ينفعش برضو على نار عاليه قوي يتحرق منك. فلازم تكون النار الفرن حامي شويه كده سخن يعني سخن. وكمان الصينيه دي تكوني مسخناها تدخليها الفرن تسخن وتدهنيها زيت قبل ما ترصي فيها السمك. فانا هندخل الصينيه بتاعتي في الفرن تسخن وهندهنها بالزيت ونرص السمك فيها وهنشوف مع بعض هنكمل السوا بتاعه ازاي. كده حبايب قلبي انا سخنت الصينيه وحطيت فيها زيت كده. وبعد كده هنحط فيها السمك كده اهي. ادي الصينيه معايا سخنه. لازم ترصي السمكيه واحده جنب واحده كده زي ما اتفقنا يا حبايب قلبي. الصينيه لازم تكون سخنه عشان السمك ما يلزقش معاكي. هرصها بنفس الشكل ده كده وبعد كده ندخلها الفرن زي ما اتفقنا على نار عاليه عشان السمك ما ينشفش معايا. السمك اصلا يا حبايبي مش بياخد سوا. شايفين شكل السمك جميل اهو، لونه تحفه وروعه جميل كده. لوحه فنيه زي ما اتفقنا. احلى لايك وشير كده وتفعيل الجرس عشان الحاجات الجميله دي توصل لاكبر عدد. وعندي هنا الصينيه بتاعتي اهي سخنه طبعا على ايدي. فهناخده ندخله الفرن السمك الجميل بتاعي على نار عاليه زي ما اتفقنا وعشان خاطر ما ينشفش معايا والسمك ما بياخدش سوا. وبعد كده ايه هنوريكم الشكل النهائي عامل ازاي. لايك وشير يا حبايب قلبي عشان قناتي تكبر بيكم. كده حبايب قلبي انا طلعت صينيه السمك من الفرن اهي. شايفين جمالها وحلاوتها، مفيش احلى من كده ولا اروع من كده. طبعا هي لسه سخنه. ادي السمك وجماله وحلاوته. احلى سمك جربوه بس بطريقتي كده وان شاء الله هيعجبكم. وبالف هنا ان شاء الله يا حبايب قلبي. تقدموا بقى مع رز تاكلوه بالعيش حاجه كده تحفه روعه الروعه. والريحه قلب المكان وجميل جدا جدا جدا. طبعا كل مره هنحاول نعمل لكم نوع من انواع السمك الجميل ده وان شاء الله هيعجبكم. لايك وشير وتفعيل الجرس عشان الحاجات الجميله دي يا حبايب قلبي توصل لاكبر عدد وقناتي تكبر بيكم يا حبايب قلبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.